Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Myrna. Aujourd'hui, nous allons prendre les articles définis. Les articles définis. النهارده هناخد les articles définis. كتير قوي سألوني عن يا مدام عايزين les articles définis بطريقة سهلة وبسيطة يقدروا الأطفال إن هم يستوعبوها ويفهموها. طبعا les articles définis بالعربي اللي هي أدوات المعرفة. أدوات المعرفة. وبنبتدي الأطفال بتاخدها دلوقتي من دوزيام وبتكمل معانا لبريمير على أكتر شوية أو على أوسع شوية، بس طبعا لازم يبقى فيه تأسيس فيها كويس جدا جدا ونبقى فاهمين إيه هما les articles définis. les articles définis بطريقة سهلة وبسيطة زي ما تعودنا، بمعنى إن الكلمة يبقى فيها ألف ولام، وده طبعا عكس les articles indéfinis. les articles définis عندنا هما 4. أول حاجة le اللي بنحطها امتى؟ بنحطها في الماسكولين singulier. في الماسكولين singulier. طب ايه هو الماسكولين singulier؟ اللي هو المفرد المذكر. اللي هو المفرد المذكر. طيب زي ايه المفرد المذكر؟ بمعنى ايه؟ مثلا le livre، الكتاب le livre أو le crayon اللي هو القلم الرصاص le crayon. كمان le dos اللي هو الظهر le dos. أي حاجة masculin singulier بتبقى بنحط ليها الارتيكل le lapin مثلا، الأرنب le lion. يبقى l'article défini le بيتحط امتى؟ في حالة الماسكولين singulier. في حالة الماسكولين singulier. الماسكولين singulier اللي هو المفرد المذكر. أي حاجة singulier. الماسكولين singulier اللي هو المفرد المذكر. أي حاجة مفرد مذكر بتتحط ليها le. كمان عندنا دوزيام article اللي هو لا. دوزيام article اللي هو لا بيتحط للفيمينا singulier. الفيمينا singulier اللي هو المفرد المؤنث. المفرد المؤنث زي ايه مثلا؟ زي la table الترابيزة la table. la règle اللي هي المسطرة. la chambre اللي هي حجرة النوم. ممكن كمان la gomme كده. دول طبعا فيمينا singulier فبيتحط لهم على طول لا. يبقى عندنا أول دوز ارتيكل اللي هما المهمين اللي هو اللي قلنا بنحطه في حالة الماسكولين singulier. الماسكولين singulier اللي هو المفرد المذكر. المفرد ومذكر لازم يبقى مفرد ومذكر. طيب وكمان عندنا إلا دوزيام ارتيكل اللي هو لا في حالة الفيمينين singulier اللي هو المفرد المؤنث زي la table la règle la chambre la gomme. طيب troisième article اللي هو اللي طبعا للبلوريال. للبلوريال ايه هو البلوريال؟ البلوريال اللي هو الجمع الكتير او الحاجات الكتير. طبعا بنحطها
بيبقى ليها علامة شوية للي آخره اس، اللي آخره اس ده الجمع. لما بنجمع حاجة بنحط طبعا آخرها يا اس يا اكس. الاس والاكس دول بنحطهم في حالة البلوريال، الاس والاكس. طيب باغ اكزومبل، ندي اكزومبل. لي كايي، لي كايي à la fin اس. طبعا اول ما بنلاقي الاس بنحط على طول لي اللي هي الارتيكل ديفيني بلوريال. طيب les élèves، les élèves à la fin برضو اس les élèves، فكده بقت بلوريال فبنحط طبعا اللي. les amis، les amis à la fin اس فبنحط les LES اللي هو article défini pluriel، article défini pluriel. les bateaux، les bateaux à la fin X. برضو الإكس احنا قلنا ان الإكس برضو بتتحط في حالة البلوريال فبنحط لي، بنحط لي. يبقى نراجع عليهم تاني. أول حاجة في الارتيكل الديفيني مهمة عندنا ال ال دي للماسكولين سينجولير، للماسكولين سينجولير اللي هو المفرد المذكر. وكمان ال للفيمينين سينجولير، للفيمينين سينجولير للمفرد المؤنث، وخدنا اكزامبل عليه ايه هو المفرد المؤنث. وكمان اللي للبلوريال اللي هو الجمع اللي هو بيبقى على فين اس و اكس، على فين اس و اكس. طيب اخر حاجه في الارتيكل ديفيني نركز قوي لانه مهم جدا جدا وعايزين نعرف امتى بنحطه بقى، ده اللي بيبقى فيه شويه لخبطه. ال ابوستروف، ال ابوستروف. طيب بنحط امتى يا مدام ال ابوستروف؟ هل بنحطها مع الماسكولين ولا مع الفيمينين، مع المذكر ولا مع المؤنث؟ هي بتتحط مع الاتنين، بتتحط مع المؤنث ومع المذكر. لكن هنا مش بنحط لو مثلا عندنا امي صديق، امي يعني صديق، هنا هينفع نقول لو امي، لو امي؟ لا ما ينفعش نقول لو امي. ليه ما ينفعش نقول لو امي؟ اولا هنا عندنا اول حاجه في امي ايه؟ واخر حاجه في لو ايه؟ دول اتنين فويال، دول اتنين فويال، ما ينفعش ان هما يجوا ورا بعض. ما ينفعش نقول لو امي، ما ينفعش، لازم نقول لامي، هتبقى لامي. يبقى عرفنا الفويال اللي هما ايه الفويال عندنا. من ضمن الحاجات الفويال اللي لازم تكون ولادنا عارفينهم الأ، الأو، 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 الإي، كمان الأش. يبقى أ، أو، أو، يو، إي، أش. كل دول لو لقيناهم بنحط على طول الابوستروف. طبعا لو لقيناهم في اول الكلمه، لو لقيناهم في اول الكلمه. تعالوا ناخد اكزامبل ونشوف. كلمه اورديناتور، اورديناتور اولها ايه؟ اورديناتور طبعا اللي هو الحاسب الآلي او الكمبيوتر، اولها او. والاورديناتور احنا عارفينه ان هو ماسكولين سينجولير، مفرد مذكر. فهنحط يا مدام بقى لو؟ لا ما ينفعش ان احنا نحط لو. ليه ما ينفعش ان احنا نحط لو؟ عشان اولها او، والاو دي من الحروف الايه يا مدام؟ من الحروف الفويال، فما ينفعش ان احنا نحط او. طب هنحط ايه على طول؟ هنحط الابوستروف. بقت لورديناتور، بقت لورديناتور. يبقى الابوستروف بنحطها في حاله ان في فويال في الكلمه، سواء كانت الكلمه ماسكولين او فيمينين، ده يبقى على طول نحط الابوستروف.
تعالوا نشوف كلمة تاني. école. école. école طبعا عارفين ان هي مفرد مؤنث، مفرد مؤنث féminin singulier. طيب هنحط لا école، ما هو المفرد المؤنث احنا اتفقنا بياخد لا. هل هنحط لا école؟ لا مش هينفع. ليه؟ عشان اولها ايه؟ اولها voyelle، فما ينفعش ان احنا نحط لا. فايه اللي بينقذنا في الحالة دي؟ ان احنا نحط ال apostrophe. يبقى ال apostrophe دي مهمة جدا، لان هي بتتحط في حالة الفويل اللي هو ما ينفعش نحط فيه ولا لو ولا لا قدامه، لان هنا حرفين فويل في اللو وفي اللا، ما ينفعش يبقى بعديهم كمان حرف فويل. غلط يعني ما ينفعش بعديهم على طول تبقى في حرف فويل، البرونونساسيون هتبقى غلط، النطق هيبقى غلط تماما. فنقوم احنا مستعينين بالال apostrophe مكانهم. وكده نكون خلصنا les articles définis اللي هم أدوات المعرفة. هم 4: le, la, les, l'apostrophe. le للماسكولين سينفا. هم 4: le, la, les, l'apostrophe. le للماسكولين singulier, la féminin singulier, les pluriel, l'apostrophe للفويل. نسمع الفيديو كويس جدا، وما ننساش ان احنا نعمل لايك ونعمل شير للفيديو عشان كل اصحابنا يستفيدوا منه. وانتظروني في الفيديو القادم ان شاء الله. au revoir.